ال11:42 دقيقة رجعنا لكم ببقية الفقرات فاشن مود من لبنان. تكون مع الناقد وخبير الموضة باتريك خليل، لابس بالأحمر هو زادة في الصورة متاعه. تنجموا تدخلوا لايف على صفحتنا الرسمية جوهرة فام، لأنه الفقرة هذه تستحق أنكم تدخلوا وتتبعوا مجموعة الصور اللي اختارها باتريك خليل وإطلالات النجوم اللي الحقيقة تميزت باللون الأحمر. هذاك علاش نقولوا صباح النور وصباح اللون الزاهي هكا فيه الحب وفيه في برشا حاجات مساجات اللون الاحمر هكا، ولا باتريك؟ الحمد لله الحمد لله. والله انا بدي اشتقت لك. اسمع، الكونيكسيون بيت كونكشن حبينا ناخذوك صوت وصوره، والصوت كيف مش واضح 100%. علينا صوتك شويه باتريك. مؤامرة كونية بالضبط. لا حتى الصوت مش واضح ها؟ فما حسيت حتى مؤامرة كونية. عم تسمعيني هلا؟ عم تسمعيني؟ نسمعك والصوت واضح والحمد لله. رجع واضح شوية الصوت. شنو أحوالك باتريك؟ الحمد لله كله تمام. هلا عم بتشتي كثير بلبنان، سقعة تغيرت هيك. نحن زدنا عم نصيف بتونس. بدي تشتي احنا طقس ربيع ان شاء الله ربي يرحمنا بمطره. لكن خليني نقول انه انت كنت تسمع معنا يمكن في مجموعه السهرات في تونس، فماشي سهره ان شاء الله باتريك، لانه عندك دو كاسكيت، ناقد وخبير موضه والفنان باتريك خليل. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله قريبا نكون عندكم بتونس ان شاء الله. وفي لبنان باش تكون في لبنان؟ بلبنان كمان رح يكون في عندنا عدة حفلات وبدي اعلن عنهم اكيد على انستغرام وعلى مواقع التواصل. باهي، خلينا نمشيو توا الى فقره الموضه معك باتريك خليل. دونك حكينا على اهميه اللون الاحمر واطلالات النجوم اللي كانت يعني تميزت في الفتره الاخيره، منها مجموعه من الاسماء: نابيلا هلال، كارلا حداد، سيرين عبد النور، رحمه رياد وهيفا وهبي. نبداو معك باتريك. بلش مع نابيلا هلال اللي اطلت علينا بفستان بايات مع الاكمام، فستان ميني دريس ولكن منه ضيق على الجسم، بيجي لوس واسع. وهيدا ستايل سهل الممتع اللي فيك تلبسيه على سهره، فيك تلبسيه على نيو يير. فكره لكل الصبايا اللي حابين على نيو يير يلبسوا شيء ما يكون كثير ضيق. الفستان اللي لبسته انا نابيلا هلال مع تنسيق الشوز مع الشعر مع الميك اب كثير فلسف وكثير بيضبط لحفله نيو يير، خاصه انه حفله نيو يير بيبقى بحق لنا نلبس بلينج بلينج وقصص لماعه وقصص تكون كثير عم بتكون هيك عم بتلمع بلينج بلينج. البلينج بلينج تحسه هو المميز في اطلالات النجوم. اللي دارج هلا السنه كثير، يعني في رجعه على الطايات، رجعه على الجليتر، رجعه على الستون، في رجعه على كل شيء بيلمع، يعني كل شيء هيك برودواي ستايل سيكونس. حتى عند اهم المصممين بالريدي تو وير عم نشوف كولكشن بكاملها طايات بكاملها. باهي، نمشيو لاطلاله كارلا حداد. كارلا حداد لابسه مثل كوت دريس واللي كمان كثير دارج، ونسقته مع الهاي بوتس اوفرلي بوتس اللي هو كثير عم بيكون حلو، خاصه للبنات الطويلات القامه اللي بيكون عنده طول. كثير بيطلع حلو يلبسوا هالاوفر ني بوت. هلا للسيد اللي ما عنده طول كثير، من المفضل الاوفر ني بوت لبس مع جام سوت او مع بانت كرمال يسحب لها اجرها وتبين جسمها مثل الكات سوت. يعني للي طويله القامه دونك تلبس تعتمد مثل كارلا كيما كارلا نفس اسلوب كارلا. وحلو كثير انه كارلا الترنش كوت في لونين احمر، يعني البوردو والروج مع شعراتها حلوه. هيك اطلاله بشوفها اذا هي رايحه على فانسي دينر، يعني رايحه على ريستورانت اكثر، مش على سهره، يعني مش سهره رقص وسهره. في كثير ناس على نيو يير بحبوا يسهروا بمطعم او ببيت، او يكون في ببيت هيك عشاء هيك مرتب كثير، بيكون في عدة اشخاص والكل بيكون لابس حلو. هي بعتبرها اطلاله كثير هيك كلاسي ومرتبه وكثير اليجنت. نمشيو لاطلاله سيرين عبد النور اللي تألقت السنه في 2022 بالاطلالات نتاعها. صح يعني سيرين عم بتفاجئنا كل مره بنقول شو بعد بدها تلبس احلى من هيك. هالفستان الطويل الاحمر كثير حلو. انت عندك عرس صديقه او انت اخت عروس او اخت عريس وعبالك تتميز باللون الاحمر وشعرك مثل لون سيرين برونات
مع الميك اب الناعم وقوامك حلوه. الفستان كثير جلامرس وبذكرنا بليزاني وبذكرنا بجيمس بوند جيرل. وهي هكا القامه نتاعها زاده مشيت مع الاختيار. اي والفابريك البايات هون عم نشوفه بطريقه ثانيه، والدرجه الحمار مش مثل درجه الحمار اللي شفناها على الانابيلا. فكثير بشوف هذا الفستان حلو لريد كارتر، مثل ما هي عملت كمان حلو لعرس. في كثير اعراس بتصير نهار النيو، فبعتبره من اجمل الاطلالات. وهيدا الفستان دريس اوف اول تايم، يعني هيدا ما بتقدر نطه لانه سمبل كات وحلو كثير، وهيك بذكرنا بنجمات هوليوود. وعلى كل الالوان بيطلع حلو على فكره، على كل الكالر. جيسي عبود خلينا نشوفوا الاطلاله نتاعها كيف زاد في اللون. جيسي عبود بتعمل بالافونت بريمير للسنه الجديد مع زياد برجي، بدنا نقول لها مبروك. واطلب بميني دراس كوتور باللون الاحمر. الجزء العلوي من الفستان كثير حلو، كثير مميز. يعني لو ما كان فيها الحركه كنا قلنا فستان عادي، ولكن الاكمام مع الكولد شولدر كيف نحت جسمها، طالع جسمها سكالتد، كيف سكولتي بطريقه حلوه. ولانه جثتي منا كثير طويله بحق لها تلبس هالقطعتين لكرمال يكون في اله بالاجرين وبسحبات اجريها، وهذا الشيء بيعطيها طول اكثر. ونسقت الفستان مع مونوكروماتيك شوز نفس اللون مع شعرها. يعني شفت دائما السيدات اللي شعرهم غامق قد ايه الاحمر بالضوير بيعطيهم شغله كثير حلوه. صحيح. نمشيو الرحمه اليد خلينا نشوفوا الاطلاله نتاعها كيف باللون الاحمر، لكن كان ميلونج مع الاسود زاد. صح، هون عم نشوف اجي لوك على ستريت ستايل. الستريت ستايل بذكرني كثير بالتينيجرز اللي بحبوا يضبطوا حالهم بس ما بحبوا يكونوا كثير يروحوا على شيء فورمال. مشان هيك اخترت لهم اطلاله رحمه رياض. منهم فيهم من رحمه رياض فيهم يستوحوا فكره الشعر، التشين، الرينجر مع الكوت الاحمر، البلاك مع الاحمر كمان كونتراست كثير حلو. وفي نفس الوقت هيدي الاطلاله بتضبط كثير للتينيجرز. بتعرفي هيدا التينيجرز ما بحبوا يضبطوا حالهم كثير، ما بحبوا كل الوقت يكونوا انه بيقولوا لها بيقولوا لعمتهم ما بدي يكون مثلك، انا حابب يكون اكثر مثل نجمات يوروب مثل نجمات امريكا. رحمه رياض خير مثال لهذا ستريت ستايل كثير 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 ان ناو دايز. ونعرف هذا الشيء كلمه سوا. ونختموا مع الجميله هيفا وهبي واطلاله هيفا وهبي في الكريسماس. الاطلاله جميله جدا وتبرتجيت على مواقع التواصل الاجتماعي. صح، على هيفا اعطيتها كذا اطلاله باللون الاحمر، انا اخترت اطلالتين. اول شيء الاخضر مع الاحمر توتالي كريسماس، كثير فاتر. التايتس يعني الكولون هلا كثير دارج مع الهاي هيز ومع البوت مع الرينجر، دارج كل الالوان بالتايتس. حبيت كيف نسقت مع الفستان القصير الكولون الاوباك واللي سحب لها اجريها واعطاها لوك كثير كريسماسي. انما الفستان الثاني البايات كمان كثير حلو، انه مسكر من قدام وعم بين ظهره، تنسيق الحلق مع الشعر الاسود. انت لاحظت شغله انه كلهم شعرهم غامق، كلهم في الاسود. فما كونتراست جميل. كل وحده عندها درجه حمار، يعني ولا وحده لبست نفس اللون الاحمر مثل الثانيه. يعني شوي هي صوابه بنحط شوي الروج الجرمانيين اكثر. هو كثير حلو من قدام وكثير حلو الظهر، يعني باكلس من ورا مع الشعر الاسود. حتى طول الفستان لانه ضيق جاي تحت الركبه، يعني عطي شوي بلينج بلينج بس اليجنت. هيدي الاطلاله بتزبط على عرس، بتزبط على ايفنت، بتزبط على نيو يير. اطلاله كمان من الفساتين اللي اذا كانت موجوده عندنا بكل الالوان ما بتبطل موضتها وبتكون موجوده دائما، وفيك دائما كل مره تعمليها ستايلينج بطريقه مختلفه وديفرنت. اطلالات متميزه، اطلالات تتماشى مع 2023. هكا نستقبلوا 2023 باللون الاحمر. وكعطيتنا يعني من النجوم شنو تنجم تنسبيري انت وتكون جميله ولايك ستار معناها نهار راس العام. انا نقول لك ان شاء الله عامك مبروك باتريك خليل. حابينك تكون معنا اون فيديو. ولكل مستمعين جوهر FM انا صرت انتم مستعين الثاني بدي اعيدكم من لبنان وبقول لكم ان شاء الله ان شاء الله يا رب يعمل الفرح والخير على كل البلدان العربيه، لانه نستحق نكون عايشين بسلام.
الحمد لله يا ربي. نسلم عليك برشا على الشعب اللبناني. شكرا لباتريك خليل ناقد وخبير الموضة يكون حاضر معي في فقرة فاشن مود. كالعادة زاد باش توصل الفقرة دي في 2023 إن شاء الله كان ربي يحيينا. أما فقرة أخرى زاد كيف تسمعوها وتلقاوها من الاثنين حتى الجمعة. فقرة خليها علينا مع مروان بوميزة تو سويت. خليها علينا.